في تفاصيل خطيرة جدا ومعطيات ومستجدات اللي فعلا غادي تصيب الاخوان العقول ديالكم بالصدمة وبالدهشة من بعد ما خرج من البار اللي كانت قصر عنده الليلة اللي غادي تنوض فيها هاد هيام هادي، وغادي تبدا تسب في سيدنا الله ينصرو ولا يطول لنا في عمره، وغادي تبدا تنعتو بمجموعة من النعوت من بعد ما حطت زبالة ديال الفلوس يعني في البار. الشيء اللي خلى واحد الانتفاضه اللي هي كبيره وكبيره بزاف من المطالبين بالحق المدني اللي مازالين خلين هاد السيده هذه حره طليقه، وانه حتى شي واحد ما تدخل من اجل المحاسبه ديالها بسبب يعني قال لك ان السيده مريضه او لا كتعاني من شي مرض نفسي، بل والاكثر من هذا تتعاطى لبعض المخدرات والمهدئات. فالامر الاخوان اللي غادي يخلي واحد الخرجه صادمه فوريه لجميع الجرائد ديال الديار او ديال الدول اللي في الجوار. وشنو غادي يقولوا الاخوان؟ غادي يسيئوا للمرأة المغربية وغادي ينعتوها بواحد النعوت اللي هي قبيحة وقبيحة بزاف، كما جاء في مجموعة من العناوين ديال الجرائد التابعة لهذه الدول الخبيثة. نساء المغرب ينتفضن في وجه ملك المغرب. شوفوا معايا الاخوان قمة الوقاحة وقمة يعني الاهانه اللي كيحاولوا انهم يبينوها في واحد الصوره اللي كتشمل واحد الملك اللي هو ملك عطوف رؤوف بالولاد ديال هاد البلاد هادي، بالمواطنين سواء رجال سواء نساء. اليوم الاخوان انتفاضه اللي هي كبيره وكبيره بزاف بخصوص القضيه اللي كتعلق بالمطالبين بالحق المدني من اجل قبض على هاد السيده هادي اللي قالوا بان اغلبيه المتابعين ديالها في هاد القناه هادي انهم متابعين ماشي مغاربه 100%، يعني اغلبيتهم تابعين للدوله الجاره ثم تابعين لاحدى الاطراف من البوليزاريو. كما هو ان قال لك كان شي اتصال مع شي واحد مع هاد السيده هذه اللي بطبيعه الحال كان تيوصل لها جل المعطيات اللي كيخبرها بطبيعه الحال اشنو تقول على مقاطع الفيديو. هو اللي قال لها بدوره انها تعاود تخرج في فيديو جديد وتبين بانها ما قالت حتى شي كلمه ديال العيب في حق سيدنا الله ينصرو الله يطول لنا في عمره، بالرغم من انها قالت فيه مجموعه من الحويجات اللي خاصها يعني تحاسب عليها. فاش كيهضروا الناس المطالبين بالحق المدني الصحافه تيقولوا بان رجال الفرقه الوطنيه مازالين تيحققوا في المجريات اللي كتعلق بهاد خيتي والعلاقه ديالها ببعض الاشخاص. كما هو ان الاخوان كاينين معطيات اخرى واللي هي خطيره وخطيره بزاف فعلا، هي اللي خلات مجموعه من الاشخاص انهم يخرجوا على الصمت ديالهم ويهضروا بخصوص هاد القضيه هذه ديال الهيام، وهو المتابعين ديالها قال لك كيأيدوها على هاد المعطيات هذه وكيحاولوا انهم يدعموها بالفلوس من اجل انها تخرج وتنطق بهذا المعطيات. الشيء اللي بين بان الاصل وهو ان المتابعين ديالها ماشي ولاد المغرب 100%. ونقسم لكم عليها بالله الاخوان الا دخلتوا غير التعاليق راه غادي تاكدوا من هذا الشيء انتوما براسكم، بل والاكثر من هذا والاخطر من هذا غادي يقولوا على انها مريضه وكتعالج، يعني عندها ادويه بزاف مخرج ليها الطبيب بزاف ديال الادويه بحيث هي كتعاني من وكبات او نقدروا نقولوا عليهم ازمات نفسيه، الشيء اللي كيخليها انها تنوض في الصباح وتبدا تضرب وتغوت وتضرب بولادها. كما هو انكم شفتوا الاخوان التصرفات اللي كتصرف مع الابناء ديالها كيفاش كتصرف معهم، الدنيا كلها موسخه، الدنيا كلها ما فيها ما يتشاف. وهذا الشيء اللي خلى بعض الصحافه انهم يخرجوا ويرجحوا على ان هذيك المعطيات اللي كتبان بها هي او هذوك الاحداث اللي كتحاول انها تخلقها من الوهم ديالها او من الخيال ديالها وتطبقها على ارض الواقع هي فعلا مدروسه بالعاني، يعني كتعمد انها تخرج وتحط ديك هكا فوق الفراش وتهرس الدنيا وتقربلها وتزلع الفراش هكا وتوسخ الدنيا عمدا. وهذا الشيء كيف ما خبروا مجموعه من المطالبين بالحق المدني على ان هذه السيده هذه كتعمد تقوم بهذا التصرف هذا عمدا من اجل تخريب الصوره اللي كيعيشها المواطن المغربي، سواء من الناحيه المعيشيه ديالو، سواء من المأكل والمشرب ديالو، سواء من المأوى اللي تيحضنوا او اللي كيشملوا هذاك المواطن مسكين. فهذا الشيء كامل كيف قلت لكم غادي يخرج الاخوان واحد السيد. شكون هو هذا السيد؟ هو واحد مول البار واللي كتعتبر هيام يعني كليانه ديالو، فكانت تتواصل معه مرارا وتكرارا. بل والاخطر من هذا الاخوان غادي يعترف لدى رجال الفرقه الوطنيه بان هذه السيده هذه حطت تقريبا ما يقارب 9000 درهم في البار، يعني حطت فلوس صحيحه فوقاش. يعني هي كتقول لك ما عنديش باش نخلص الماء، ما عنديش باش نخلص الضوء، عندي بزاف ديال الازمات ماديا، الاولاد ما كيقراوش، عندي الاولاد ما كاينش اللي كيشري لهم حوايج، اللي تزوج بيا تيطلقني،
يعني هاد الشيء كامل الاخوان، السيده رغم انها كتخرج بهاد الاكاذيب هذه الا وان السيده القوعه حاطه زباله ديال الفلوس في هذاك النهار اللي غادي تخرج وتتسب فيه المغاربه وتتسب فيه نساء المغرب وكتسب فيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو ويطول لنا في عمره. في ذاك النهار قبل، يعني في ديك الليله اللي غادي يصبح فيها الصباح فاش تخرج وتبدا تعيط وتغوت وتهرس في المواعن، الليله قبل لقاوها خاسره زباله ديال الفلوس ما يقارب 9000 درهم في البار بسبب الشراب اللي كانت كونسومات في هذاك البار وبالفاكتوره ديالها بطبيعه الحال. من بعد ما خرج السيد وتيهضر ما كيهضرش غير هكاك اولا ما تيجيبش هاد الاقاويل يعني من راسو، وفي الاخر تيخرج واحد راسو مربع تيقول لك باللي السيده مسكينه مريضه، باللي السيده حمقى او السيده يعني مريضه نفسيا. فالمريض النفسي فراه ما كيكون اصلا محروم من النشر، ما كيكونش عارف اشنو تيدير في الاصل، فاذا به ينوض في الصباح ويشعل الكاميرا بشويه عليه ويخسر الدنيا بشويه عليه ويعرف كيفاش يدير الاونلاين للناس ويقاد الصوت مع الصوره مع الفلتر اللي خدام به، او يبدا يبارطاجي مع الناس كلام اللي هو منقول لهذاك الشخص من اجل انه يبارطاجيه مع المتابعين والمتابعات، الشيء اللي خلاها انها تدير دي لايف اللي هما بزاف، ما دفع ان مجموعه من الاشخاص يأيدوها في هذا الشيء اللي كدير ويدعموها بالفلوس ويقولوا لها ما تخافيش حنا ما غاديش نتخلاو عليك بطبيعه الحال، واللي خصاتك راه غادي نصيفطوها لك انت غير خرجي وناضلي وطلبي بالحق ديال المواطنين وهاشنو تقولي واشنو تقولي واشنو تقولي. يعني السيده كتبين او باينه هي واضحه انها كتحاول توصل واحد الرسائل اللي هي خبيثه وكتحاول انها تخسر الصوره ديال صاحب الجلاله وديال النساء ديال هذا البلد هذا الشريف. فهذه من جهه، زائد القضيه اللي كتتعلق بالهجره السريه الجماعيه اللي قاموا بها مجموعه من الاشخاص اللي الذكر خاصكم تعرفوا الاخوان واحد النقطه واللي هي مهمه، على ان بزاف ديال الاشخاص في هذيك الهجره لقاوهم ماشي من هذه الدوله هذه اللي هي المغرب، لقاوهم تابعين الدولة الجزائرية ومؤيدين لها وكيقولوا بأنهم كانوا كيعيشوا في المغرب من بعد ما تم القبض عليهم ثم تم التحقيق معهم لقاوهم الاخوان جايين من الجزائر، نساء جايين من الجزائر. وهذيك خيتي اللي كانت خرجات كتحاول انها تقول بانها كتموت بالجوع هي والولد ديالها، كتحاول انها تبين واحد الصوره خايبه على المغرب بان الناس كتموت بالجوع، بان الناس ما لاقيه ما تاكل. هذيك خيتي عندها عائلتها في الجزائر، وهذيك خيتي كتخرج بامر من العائله ديالها اللي كاينه في الديار الجزائريه التابعه للاحزاب السياسيه المتواجده هناك يعني في الجزائر، بمعنى ان السيده قارينها ودارسينها وعلمينها فن التمثيل، فوقاش تنزل الدموع، فوقاش تمسحهم، فوقاش تخرج بواحد الصوت اللي هو خصب ولا تغلط صوتها او لا تغوت قدام يعني الميكرويات، وفوقاش ترقق صوتها وتهضر بواحد اللطف وبواحد الحنان باش تبقى في المغاربه وباش تهرس الصوره ديال المواطنين المغاربه وديال بطبيعه الحال هذا البلد الشريف. وهذا الشيء كامل الاخوان متعمد، الشيء اللي خلى انتفاضه كبيره من المطالبين بالحق المدني انهم يخرجوا ويطالبوا بطبيعه الحال بالاعتقال ديال هذه السيده هذه اللي هي يم، واللي كتحاول انها مازال يعني زايده فيه ومازال فهوها، ومازال الناس اللي كيقولوا على اساس انها متتبعين ديالها او لا اشخاص اللي فان ديالها هما في الاصل الاخوان راه ماشي مغاربه هذوك لي فان، باش تكونوا على ذكر او لا على معرفه على ان هذوك الاشخاص اللي متبعينها راه ماشي مغاربه. هذا الشيء علاش كيأيدوها دائما، هذا الشيء علاش تيوافقوها الراي وكيقولوا لها بانك انت ما درتي حتى شي حاجه غلط. فكالعاده الاخوان ما تنسوناش بالدعم ديالكم، ما تنسوناش بلي لايك ديالكم وبارطاجيو هذه الحلقه هذه على اوسع نطاق. بغينا هاد خيتي تاخذ الجزاء ديالها، واي واحد يسيء لهذه المملكه الشريفه او يسيء لهذا الوطن فخصو يتعاقب. حتى لا اطيل، استودعكم الله وتصبحون على خير.